الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل يصح صوم من أكل أو شرب والأذان الثاني يؤذن؟ والجواب: ذهب جمهور العلماء، بل ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الإمساك عن الطعام والشراب فور سماع الأذان مباشرة، واستدلوا بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فلا يصح لك أن تأكل ولا أن تشرب أبدا عند سماع الأذان. قال رسول الله: إن بلالا يؤذن بليل فإن سمعتموه فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم، الأذان الثاني يعني، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فلا يجوز لك أن تأكل بعد أن سمعت النداء. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء وكان في يده إناء فلا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فقد ضعفه بعض العلماء وتكلم فيه آخرون، ومن صححه حمله على الأذان الأول وليس على الأذان الثاني، والحمد لله رب العالمين.